لكن وطننا يحمله أبناؤنا نيابة عنا حتى تتحرر فلسطين، حتى تتحرر فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله. صار اليتيم منارة قدسية تهبو لها العليا على الأرناش، كل الكواكب تستقي من شمسها والشمس حلق بزوغها سماشي. كتب سنة 1969 تاريخية حول الأستاذ المرحوم مسعود صالح ياسين. هذه جا ربي ان شاء الله القادس علي يا سيدي ربي ان شاء الله جا قبل ربي وكل عفايس وكل قرايه العلم اللي جا التركه اللي جا تيجا ربي في ميزان الحسنات ان شاء الله. تا شونتيس مشطوح الاسره الصغيره الاسره الكبيره غادي ينزل ربي صبر ان شاء الله، لكن ينزل ربي القضاء غادي ينزل ربي صبر ان شاء الله. وكن يفكر ربي الاجر بلا حدود، وكن يحفظ ربي كل سوء. فثلاثه غير الزاد فلسطين نصر ربي ان شاء الله. وقال لي المسلمين يقول ربي من الشهداء ان الجراح قال لي الجنه نجبر ربي ان شاء الله. يرحم الشيخ مسعود ياسين برحمتك الواسعه. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اكرم لقاء الوفاء والعرفان. اللهم يا رب افتح لهم جميعا ابواب رحمتك. اللهم يا رب حقق آمالهم. اللهم يسر امورهم. اللهم استرهم في الهدية ذات رمزية كبيرة هي السيف، والسيف إذا يرمز للبطولة والشجاعة والإقدام، يرمز كذلك إلى مقاومة الاحتلال أين مكان. الشعب الجزائري قاوم الاحتلال. اليوم نحن سعداء ونحن في ولاية البويرة من أجل تأبين إحدى المعلمين الفلسطينيين الذين جاءوا إلى الجزائر ضمن البعثة الفلسطينية بعد ثورة التحرير الجزائرية. نحن جد فخورون كفلسطينيين بالعلاقة التي تجمع بين الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري. الجزائر بلد الثورة والثوار التي ألهمت الشعوب وحركات التحرر في العالم. نحن كفلسطينيين نقدر عاليا الدور الكبير للجزائر وللدولة الجزائرية منذ انطلاق الثورة الفلسطينية الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني. هذه كما اليوم اضرب ولينا حنا درنا المنظمات وجدنا المدرسة أخرى هذيك ولينا خرجنا جدنا وكان هو اللي كان ياخذ اجتمع معنا ودائما معنا يحب معنا وروح قلت تتزوج نولك حتى الزواج وليت انا زوجته انا والحاج عمرو بن انا زوجته وخليته ثم عنده جاب الولاد ثم عندي وقعد قاعد مكتوب على كل حال ولا راح لاكري الثاني ولا يسكن ثم وانا وياه دائما انا وصلنا وياه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكل من وقف معنا في هذا المصاب الجلال في وفاه والدي مسعود ياسين. شكرا للسيد ولي ولايه البويره على هذه الالتفاته الجميله لهذه التأبينية في حق والدي مسعود ياسين. شكرا للسلطات المحلية والعسكرية، شكرا للجمعيات، شكرا لكل ممثلي الشعب الفلسطيني الذين جاءوا ليقفوا إلى جانبنا في هذا المصاب الجلل. شكرا لكم جميعا وإن شاء الله آخر الأحزان. وشكرا لوالدي الذي اختار لنا أحسن الأخوان من الشعب الجزائري العظيم الذي وقف دائما إلى جانب شعبنا الفلسطيني. شكرا للسيد الرئيس الذي وقف دائما ايضا الى جانب قضيتنا العالمه قضيه الشعب الفلسطيني. وان شاء الله نصلي جميعا في القدس. اليوم يعني انا متاثر بموت جدي رحمه الله عليه، واشكر هذا الحضور والسيد الوالي. أنا ألقيت قصيدة قبل قليل. كان المرحوم مسعود صالح ياسين كان يعني يحبني كثيرا، وكان يعني لا أستطيع أن
أنسى أنه فقد الحياة. لا أستطيع. الهدية كانت سيف، لأن السيف أصدق أنباء من الكتب، وأنا أستمع إلى البرعم القصي، عرفت أن الشيخ ياسين لم يمت. أشكر الذين حضروا والذين حضروا لهذه التأبينية، لهذه الملحمة كما سماها السي الحاج محمد الإمام. فعلا هي ملحمة، هي الجزائر حاضرة هنا، هي فلسطين حاضرة هنا. إذا كان هناك رمز للوفاء وهو العنوان الذي اختير لهذه التأبينية فهذا هو الوفاء، وإذا كان هناك رمز للوفاء نعم فهذا هو الوفاء.